عايز تعملي حاجة سهلة وسريعة وشيك جدا، تنفع معاكي في أعياد الميلاد، تنفع لو جايلك ضيف في أي وقت تقدري ان انتي تعمليها. وعايزة اقولكوا بجد طعمها وهمي، تحفة هشة وحلو قوي. يلا بقى اعملي لايك ومتابعة القناة وفعلوا عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو شاركيه مع اي حد الحاجة عشان الكل يستفيد. بينا نسمي بالله ونشوف عملناها ازاي. اول حاجة معايا لفة كده من الجلاش، اهم حاجة تكون معاكي صبحة وتكون طرية زي ما انت شايفاها كده. هبدأ ان انا اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الى حد ما يكون كلهم مقاس واحد في التقطيع. هبدأ ان انا اخدها احطهم كده على بعض والفها بقى بفوطة نضيفة كده معايا، او بالورقة اللي هي بتيجي فيها عشان خاطر ما ينشفش معايا. ومعايا بقى هنا كده ده خليط من السمنة على شوية من الزيت او شوية من الزبدة. هبدأ بقى ان أنا احط عليهم كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وده مهم جدا فيها وهقول لكم مهم ليه. ومعايا بقى كده ده كده من المكسرات، مع شوية من الفول السوداني، مع شوية من جوز الهند. تقدري تشيلي او تحطي حاجة، ده حاجة ترجعلك. ومعايا كمان معلقتين كده صغيرين من العسل، انا مسكاهم عملتها يعني في البيت شربات او عسل زي ما تحبي. اهم حاجة يكون ان انت تحطيها عشان يتماسك معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده، عشان الحشو معاكي ما يقعش من جوه السمبوسة بتاعتنا او الجلاش بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده هبدأ بقى ان اخد وحدتين كده من الجلاش اللي احنا مسكناهم وقطعناهم، وهبدأ بقى اخد من خليط السمنة مع البيكنج باودر. وتعالى اقولك احنا ليه حطينا البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخليها هشة جدا وتورق من جوه. هبدأ بقى اخد معلقة كده صغيرة من الحشو اللي احنا عملناه، وهبدأ بقى ألف الجلاش بتاعنا نفس بالظبط الشكل بتاع السمبوسة. طبعا أكيد كلكم عارفينه، إن احنا ناخد واحدة كده ونعملها عكس التانية لحد ما تطلع معانا شكل بالظبط شكل المثلث. وزي ما قلتلك هو حاجة سهلة قوي، ده أهم حاجة تقفليها كويس جدا عشان ما يفتحش معاكي. هيبقى معاكي بالشكل التحفة اللي انت شايفينه ده. زي ما قلتلك بردك تقدري تشيلي او تحطي في الحشوة زي ما انت عايزة، تقدري تحطي مكسرات بس، تقدري تحطي فول سوداني بس، تقدري اهم حاجة ان انت تحطي عليهم معلقتين كبار من العسل. وانا عاملاه في البيت، حطيت نص كوباية من السكر عليهم نص كوباية من المية وسبتهم يغلوا وحليتهم بالفانيليا. وطبعا ما تنسيش تحطي عليه عصرة ليمونة او رشة من الملح ليمون عشان خاطر ما يعسلش معاكي. وبعد ما بيرد بدأت ان احط عليه معلقتين صغيرين من الخليط بتاع المكسرات او الحشو بتاعك. بدأت ان بقى بعد ما عملتهم كلهم كده حطيتهم بقى في صينية دهنة كده الاول من السمنة اللي احنا عاملينها في الصينية. وبعد كده بدأت ان ارصهم، وبعد ما رصيتهم بردك اديتهم دهنة كده عشان الوش يطلع لونه حلو ويديني طعم جميل قوي. دخله بقى على فرن 200 درجة يكون سخن لمدة بالظبط 10 دقايق ويكون طالع معاكي. ما نشغلش من فوق، انا عايزاه بس من تحت هيديني بقى اللون الحلو الدهبي اللي انتوا شايفينه ده. معايا بقى دي الشوكولاتة دي انا مسكتها سيحتها على بخار مية، واديتها حطيت كمان عليها معلقة صغيرة كده من الفانيليا، وحطيت عليها معلقتين كبار من الزيت. والزيت مهم جدا عشان بيخليها بتلمع وبتبقى حلوة قوي وما تنشفش معاكي جامد. زي ما انتم شايفين كده بدأت انا اخد الجلاش حطيته كده على الشوكولاتة اللي هي السخنة. خدي بالك الجلاش بيبقى مقرمش في البداية، بس لما تحطي بقى عليه كده شوية من الشوكولاتة بيطريها وبيخليها حلوة قوي. واديتها كمان رشة كده من المكسرات عشان تبقى شكلها بالشيك اللي انت شايفاه ده. عايزة اقول لكم بجد والله طعمها حلو قوي. حلو قوي زي ما قلت لك لاعياد ميلاد، لمناسبه، لعيد جواز بقى عندك، لاي حاجه انت مناسبه تكون عزيزه عليكي او اي ضيف جاي لك، هتبقى حلوه قوي معاكي وتكون سهله. وتقدري كمان ان انت تعمليه في اي وقت وتخزنيه عندك في التلاجة لاي حد يجيلك. زي ما انتم شايفين كده عايزه اقول لكم بجد تحفه وشكله شيك جدا. ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، وكنت بتستفادوا من الفيديو بتاعي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.